اتلتيكو مويا ياخذ كورة توماس بارتي مع كوريا لتوماس كوريا يتركها الهدف الأول. الهدف الأول أوسفالدو نيكو غايتان دون ترويج على أرجنتيني بزاوية في مرمى كارلوس موراليس. ينطلق على ما يبدو مهرجان الأهداف في سهرة الليلة في الفيسنتي كالديران. 17 دقيقة كانت كافية للأتليتيكو من أجل افتتاح التسجيل عن طريق أوسفالدو غايتان. شوف الكرة ممتاز العمل من الغالي توماس بارتي. التمرير من كوريا يتركها لغايتان. تسديدة قوية مؤثرة في مرمى كارلوس موراليس. والبقية هدف أول لأتلتيكو مدريد في 17 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول. لأن 1-0 لأتلتيكو مدريد، وصاحب الهدف هو أوسفالدو نيكو غايتان. في اعتماد خطة التسلل هذه كورة غايتان على العارضة، مسألة كوريا الثاني. كوريا قوية جدا، نيكو غايتان في الأولى على العارضة، والمتابعة من إنخيل كوريا ينجح في إضافة الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في 22 دقيقة الآن بعد نيكو غايتان. مواد هدف آخر بإمضاء أرجنتيني إنخيل كوريا يضيف الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد. سجل ذهابا وإيابا في مرمى كيخويلو. هذه الإعادة سدد غايتان بالراس، تضرب على العارضة لمرمى كارلوس موراليس، ترجع أمام كوريا، وكوريا ما يضيعش مثل هذه الكرات، ينجح في إضافة الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد. شوف الاستلام يبعد على جوناثان مارتين باليسار ويسدد بالرجل اليمنى في مرمى موراليس. 2-0 لأتلتيكو مدريد. قلت يلعب في القسم الثالث في تصنيف كرة القدم الإسبانية. هذه كرة يتعدى خوان فران والهدف الثالث. الهدف الثالث للأتليتيكو قوية جدا من خوان فران، أسبق من دفاع كيخويلو، قوية جدا كرة خوان فران توريس في الزاوية 7 على مرمى الحارس كارلوس موراليس. يضيف الهدف الثالث مطلع دقيقة 29. شوف الكرة استلام من خوان فران قبل هيكتور مارتينيز، وتسديدة قوية من خوان فران توريس في زاوية تحت العارضة في مرمى موراليس. يمضي الهدف الثالث. يعني ما عنده حتى حل الحارس كارلوس موراليس لصد كرة بمثل هذه القوة من خوان فران. الفارو بيريز وخورخي خوليا، مانويل ديماس سواريز اربيلو. التجربة الموسم الماضي مع لاس بالماس. كرة الرابع الهدف الرابع من فرناندو توريس بصنعة الهداف بخبرة القناص. فرناندو توريس ما يسلمش، يتابع الكرة إلى النهاية ويضيف الهدف الرابع وخالد كارلوس موراليس. 4-0 في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وبدأت الحيرة على ملامح جوردي فابريغال. ربما أصبح يفكر في هزيمة عريضة جدا لفريقه في هذه المباراة. فرناندو توريس دقيقة 45. شوف الكرة من وسط الملعب تنطلق من إنخيل كوريا، يعمل تقريبا أكثر من 25 متر. ارتباك في الدفاع بين جوناثان مارتين وإيكتور مارتينيز. توصل الكرة لفرناندو توريس، أسبق من كارلوس موراليس. يعني هذه صنعة الهداف. ما فكرش أنه الكرة ممكن ياخذها الحارس موراليس، تابعها على نهاية المباراة.
يخسر كرة كارلوس مارتينيز، يستعيد يتدارك مع الفارو بيريز. الفارو بيريز، كرة بينو، جول! هدف ممتاز لكيخويلو، هدف أنطونيو بينو. شوف فرحة جماهير هذا الفريق رغم التأخر في النتيجة 4-0 والتأكد من الانسحاب. فرحة كبيرة بهذا الهدف في مرمى مويا. فرحة جماهير كيخويلو بهذا الهدف، هدف يعني الحفاظ على ماء الوجه لهذا الفريق في مرمى اتلتيكو مدريد. شوف التوسيعة ممتازة من الفارو بيريز وبين مدافعين، بين لوكا هرنانديز وستيفان سافيتش. يتمكن أنطونيو بينو بضربة رأسية من مغالطة الحارس ميغال مويا. ففنيات الرفع يعني مش القوة فقط، وإنما يعني ربما تفتن لتقدم ميغال مويا نسبيا عن